بقول لك قصة. أذكر أني تقدمت لوحدة كانت يعني هنا عندنا في الإمارات. كنت أنا أسكن يعني فقير في غرفة وكذا. كانت هي ساكنة على البحر. تعرف يعني وش شقة بلكونة على البحر؟ نعم. يعني غالية. المهم أول ما جلست قالت لي كم راتبك؟ بعدني ما شربت الشاي. قلت لها راتبي 3000 درهم. قالت لي أنا قسط سيارتي 3000. تدري مثل واحد صفعني؟ قلت لها ان شاء الله. المهم ابوها رغم ابوها يعني هو اللي شجعني تعال تقدم، وانا قلت له ما اقدر لان انا فقير. بعدني افتح في السياره طن وصلني مسج. افتح المسج للاسف ما في نصيب. زين انتظروا لباكر قولوا صلاه استخاره ما ارتاحت. ها انتظروا اشغل السياره وامشي اقول فكرت. فذاقت يعني شعرت ان المال هو الذي يتكلم وليس الخلق ولا الدين في زماننا. ضاقت بي الارض